عندي بنتي عمية وخرسة وصماء ومشلولة الأرجل، تتزوجها أعفو عنك. بيوم من الأيام أكو شاب من أهل الله طالع بسفر يمشي بمحاذاة النهر حسب العطش، وقف على النهر يريد يترس جربته ماي، وإذا بتفاحة تمشي ويا النهر، شال التفاحة أكلها، ورا ما أكلها حس بتأنيب الضمير، قال أنا شلون أكلت هاي التفاحة وأنا ما مترخص من صاحبها؟ شنو أسوي؟ رجع يمشي عكس مجرى النهر لعله يوصل لصاحب هاي التفاحة ويسترضيه. وصل إلى مزرعة التفاح وأكو رجل مؤمن قاعد وسيماهم في وجوههم صاحب هذه المزرعة، قال له عمي أكو تفاحة كانت واقعة من مزرعتك وساقها مجرى النهر ووصلت لي يمي وأكلتها، فأرجوك اعفو عني. الرجال قال له اعذرني ما أقدر أعفو عنك، دخيل الله ودخيلك أعطيك فلوسها. قال له اعذرني ما محتاج فلوسها أنا وما راح أعفو عنك. ألح عليه هذا الشاب، ألح عليه قال له أعفو عنك بس بشرط. شنو شرطك؟ قال له عندي بنتي عمية وخرسة وصماء ومشلولة الأرجل، تتزوجها أعفو عنك. قال له يعني ماكو غير حل؟ قال له اعذرني والله هو هذا الحل الوحيد اللي عندي. هذا هم مستحضر قول الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عقد على البنية، طب للغرفة، إذا البنية بقوام ممشوق وآية من الجمال، طلع يركض من الغرفة على أبوها، قال له عماني جيتك على تفاحة تريد توقعني بمصيبة ثانية؟ هاي المرة مو هي اللي اتفقنا عليها. ضحك أبو البنية قال له لا هي اطمئن، وهاي البنية من قلت لك عليها عمية وخرسة فهاي البنية لا شايفة ولا حاكية ويا رجل أجنبي، ومن قلت لك عليها مشلولة الأرجل وهاي ما طالعة من البيت ولا مفترة بطريق، من قلت لك عليها صماء البنية لا سامعة غيبة ولا سامعة غناء، وهاي البنية المؤمنة ما يلوق لها غير شاب مؤمن مثلك، وما أقدر أأمن عليها عند غيرك اللي يخاف من تفاحة. هذا الزواج المبارك ولقمة الحلال هاي شنو كان ثمرتها؟ ثمرتها أنه رزقوا بمولود، وهذا المولود عرف بمحبته لمحمد وآل محمد وإحياء أمرهم، والتقى بالإمام الحجة أكثر من مرة. من هو هذا المولود؟ هذا المولود هو فضيلة الشيخ أحمد الأردبيلي أعلى الله مقامه. هاي لقمة الحلال وهذا توفيق الله، وتعيشون وتسلمون.